يا مساء السعادة وسكر الزيادة على عيونك يا ست الكل. أهلا وسهلا بيكي على قناة حلاوة أكلنا. ولو أول مرة تشوفيني أنا اسمي ندى الحديدي. أتمنى طبعا منك تشتركي عندي في القناة وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. هنعمل النهاردة ايه؟ هنعمل معجنات القمر اللي قدامكم دي بطريقة سهلة وبسيطة والطعم خطير. تعالوا بقى أقولكم هنعملها ازاي وتطلع معاكي ناجحة من أول مرة. وعشان تطلع معاكي ناجحه من اول مره لازم تمشي على الخطوات اللي هقولك عليها. حلوه جدا في اللانش بوكس الاولاد الصبح في المدرسه. فتعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض بسرعه. يلا بينا. اول حاجه هنجيب بوله هننزل فيها بكوبايتين من الزبادي اللي هي الكوبايات العاديه اللي في السوبر ماركت، وعليها بيضه وربع كوبايه من الزيت، معلقه كبيره من الخميره ومعلقه صغيره من بيكنج باودر وذره ملح ومعلقتين سكر كبار. لغايه كده تمام. لغايه كده تمام. هنبتدي بقى نقلب كويس جدا المكونات دي كلها مع بعضها لغايه اما كله يخش مع كله. تمام. والملح يدوب والسكر يدوب عشان ما يبقاش فيه حبيبات في العجينه بتاعتنا. بعد كده نجيب 4 كوبايات من الدقيق المنخول. هنبتدي ان احنا نقلبهم كويس مع بعض زي ما انتم شايفين كده. وهتكوني محضره على جنب كده لا ميه دافيه لا حليب. وانا يعني برجح الحليب لان ادام العجينه فيها بيض فالميه هتبتدي تدينا يعني ريحه زفاره في العجينه وانا مش بحب ده. فانا هستخدم اللبن الدافي. حلو جدا وبيعلي القيمه الغذائيه وبيدي طعم حلو في المعجنات بتاعتنا. هنبتدي نعجنها وكل ما تحتاج لبن احط لغايه اما اوصل للقوام اللي قدامكم. فيها تلزيقه بسيطه يعني لسه فيها كده تلزيقه بسيطه وده اللي انا عايزاه. هسيبها تتخمر تقريبا ساعه في جو دافي كده. يعني ممكن تشغلي الفرن بتاعك تدفيه وتقفليه تاني وتحطي العجينه جواه لمده ساعه لغايه ما تتخمر. اول ما تتخمر هنجيبها وهنبتدي ان احنا نعجنها عجنه بسيطه زي ما انتم شايفين، وهناخد كوره كده زي ما انتم شايفين وهنبتدي ان احنا نفردها. تفرديها مطوله شويه. حلو كده. حلو كده. هتجيبي السكينه وتعملي فتحات على جنب واحد بس من العجينه زي ما انتم شايفين اهو. حلو قوي. وبعد كده هنعمل ايه؟ اي حشو انتي عايزاه. جبنه رومي، لانشون، لحمه معصجه، نوتيلا، مربى، اللي انتي عايزاه حطيه. تمام كده. حلو. وهتبتدي تلفي زي ما انتم شايفين كده اهو لغايه الاخر. وبعد كده تلفيها زي الورده حوالين بعضها. حلو قوي كده. حلو. هعمل معاكم واحده تانية وهقول لكم ليه انا سبت الحته دي، لان انا غلطت فيها غلطه بسيطه كده. نسيت ان انا ادهن الرخامه بتاعتي بالزيت. ادهنيها بس دهنه بسيطه بالزيت عشان ما تلزقش منك في الرخامه. حلو كده. انا كان ممكن اشيل الحته دي في المونتاج بس انا قلت لا، بلاش، هسيبه عشان اقول لكم ايه الغلطه اللي انا غلطتها. يعني برضو كل حاجه تبقى قدامكم. حلو كده اهو. بصوا انا هاجي الفها يعني هلاقيها فيها تلزيقه كده لسه. بصوا اهو. بس ما تخافوش يعني انا اتصرفت اهو زي ما انتم شايفين. تمام تمام. وبعد كده برضو هلفها زي ما انتم شايفين وممكن تسيبيها طويله زي ما هي من ما تلفهاش. هتديكي برضو نتيجه حلوه. هتحطيها في صينيه تكون مدهونه بالزيت وبعد كده تدهني وشها باللبن. انا ولا هقولك بيض ولا هقولك اي حاجه من دي. شويه لبن كده صغيرين وتدهني وشها. عايزه تحطي سمسم حطي، عايزه تحطي حبه البركه حطي، عايزه تحطي الاتنين مع بعض حطي، مش عايزه بلاش خالص مفيش اي مشكله. انا طبعا هحط حبه البركه للقيمه الغذائيه بتاعتها الكبيره. حلو قوي كده. وبعد كده تحطيها بقى فرن درجه حرارته عاليه تكوني مسخناه قبل كده. لازم المعجنات تخش على فرن سخن عشان خاطر تديكي نتيجه حلوه. هاخدها بقى وهروح احطها. اول ما تستوي هرجع لكم على طول. اديني رجعت. نتيجه حلوه جدا وهتبقى ناجحه معاكي من اول مره. بس امشي على الخطوات اللي انا قلتلك عليها. زي ما انا قلت لكم ممكن تخليها طويله زي ما انتم شايفين كده زي العيش الفينو، وممكن تعمليها زي الورده الحلوه اللي قدامكم دول. شوفوا دول حلوين ازاي. كانوا تحفه وطعمها كان خطير. اتمنى طبعا ان انتي تعملي الوصفه دي وتقولي رايك في الكومنتات ايه. ان شاء الله المره الجايه. واتمنى طبعا تشتركي عندي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. عذرا بقى على صوتي تعبان شويه فمعلش استحملوني. كانت مستويه كويس جدا والحشو بتاعها كان حلو وشكلها كان جميل جدا على فكره والطعم كان خطير. طبعا اشوفكم المره الجايه على خير في وصفه جديده من وصفات حلاوه اكلنا. بعد ده في حفظ الله ورعايته. مع السلامه.